سلام عليكم. هنحكي النهاردة عن ثعلب المخابرات المصرية سمير الإسكندراني. اتولد سمير سنة 1938 في حي الغورية بالقاهرة، مطرب مصري بارز وكمان رسام مبدع، بالإضافة إنه هو بطل من أبطال المخابرات المصرية. سمير اتولد في بيت فني، بالرغم إن والده كان تاجر أساس شهير إلا إن هو كان صديق شخصي للعديد من الشعراء والملحنين المشاهير في الوقت ده، زي أحمد رامي وزكريا أحمد وبيرام التونسي. طبعا البيئة الثقافية والفنية دي أثرت بشكل كبير قوي على سمير الإسكندراني. خلص سمير المدرسة ودخل كلية الفنون الجميلة، وهناك قدر يتعلم اللغة الإيطالية اللي كانت مقررة في الوقت ده في كلية الفنون الجميلة. حتى لما الكلية لغت المادة، راح سمير ودرس اللغة الإيطالية في مدرسة خاصة، وهناك قدر يتعرف على المستشار الإيطالي الموجود في القاهرة، وكمان رشحه لبعثة في إيطاليا، وده كان سنة 1958. سافر سمير إيطاليا وانفتح على الثقافات الأوروبية المختلفة، وقدر هناك يتعلم 5 لغات. كمان كان محب للرقص وللموسيقى، وده اللي خلاه ينبسط جدا من الحياة في إيطاليا، لكن هو ما كانش يعرف إن الفترة دي هتبقى أهم وأخطر فترة في حياته. في الفترة دي إيطاليا كانت بتعج بالعديد من عملاء الموساد اللي بيدوروا على شباب عرب عشان يقدروا يجندوهم لصالح المخابرات الإسرائيلية. وطبعا واحد زي سمير بالذكاء وبالثقافة وباللغة اللي عنده كان هيبقى فريسة سهلة جدا للمخابرات. وقدروا عن طريق شاب اسمه سليم كان بيدعي إنه عربي وبيحمل الجواز الأمريكاني إن هما يوصلوا لسمير. لكن سمير كان ذكي جدا وحس بحاجة مش مريحاه في علاقته بسليم، فوقعه في الكلام وقال له إن هو عنده جذور يهودية. راح سليم طبعا ما صدق سمع الكلام ده، وقع بالكلام وقال له أنا كمان يهودي. هنا اتأكد سمير إن هو في محاولة إن هم يستقطبوه عشان يجندوه لصالح الموساد الإسرائيلي. في اللحظة دي اتحول سمير من طالب فنون إلى بطل استخبارات. سمير قدر يتجاوب معاهم في الكلام ويعرفهم أو يحسسهم إن هو موافق. بدأوا يعلموه إزاي يستخدم الحبر السري، وإزاي كمان يطبع لهم الخرايط ويجيب لهم المعلومات العسكرية اللي هم عايزينها. ولما جه ميعاد أجازة سمير جري جري على المخابرات المصرية وبلغهم بكل اللي حصل معاه في إيطاليا، وصر وقتها إنه يقابل الرئيس جمال عبد الناصر ويحكي له كل اللي حصل معاه بالتفاصيل. وهناك كان الرئيس جمال قاعد بيسمع له بكل اهتمام. بدأ سمير التعاون مع المخابرات المصرية اللي حطت له خطة ذكية جدا، قدر من خلالها إنه يوقع شبكة تجسس كبيرة قوي داخل مصر، واللي بسببها قدم رئيس الموساد الإسرائيلي استقالته. وفي التوقيت ده وبسبب المهمة دي أطلقت المخابرات المصرية على سمير لقب الثعلب. ما اكتفاش سمير ببطولاته الأمنية المخابراتية، لكن طول عمره بيحب الفن. قدم عشرات الأغاني الوطنية اللي عايشة لغاية دلوقتي في وجدان الشعب المصري. مش هنلاقي اتنين في الفن زي سمير جمع بين الحس الوطني والإبداع الفني، هو سمير واحد بس. سمير توفى سنة 2020 بعد صراع كبير مع المرض، خاصة أمراض الشيخوخة، بعد ما وصل سنه 82 سنة. قدم ملحمة وطنية وفنية فريدة من نوعها، ترك أثر طيب في قلوب المصريين، وكمان ترك رصيد فني لا ينسى. أنا أختكم همسة، ودي قناتي. من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة عشان تكبر بيكم وليكم. إلى اللقاء.